الله بالخير يا جماعة الخير. بالآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة جدا خطيرة، هي النشر المفرط وغياب الخصوصية عند الأسر العراقية. طبعا بدأت تنشر صور وفيديوهات خصوصا للزوجات والأسر بملابس البيت، واللي يفترض أن تكون هذه داخل جدران الغرفة، والمصيبة أنه هذه بتحفيز أو بتشجيع وبموافقة بعض الأزواج. والسؤال هنا، وين راحت الخصوصية؟ وين راح العيب؟ وين راحت الفشلة اللي كانت تحمي بيوتنا؟ البيت دائما كان خط أحمر، وغرف النوم رمز للستر، مو محتوى للنشر والمشاهدات. اليوم كل شيء صار مباح باسم الترند والشهرة بدون تفكير بالأثر النفسي والاجتماعي والأخلاقي علينا أو على أطفالنا. المشكلة مو بالنشر، المشكلة بتطبيع الفكرة وكأنه شيء طبيعي. الحياة صار تخلف والخصوصية صارت عقدة. مجتمع يفقد الحياء بالتدريج يفقد تماسكه، والأسرة أساس كل شيء. إذا انهدت الأسرة كل شيء انهد. الحرية مو معناها تعري الحياة الخاصة، والتطور مو معناها نكسر كل القيم. خلي نراجع نفسنا ونميز بين العام والخاص، وبين الحرية واللا حياة.